السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله نشوف طريقة عمل الكنافة العش في الأفراح مع الشيف أحمد عبادة. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بص كده يا أستاذ علي، الكنافه دي احنا جايبينها طازه النهارده من المصنع اهو، اللي الناس كانت بتسالني عليه وارقام تليفوناته. اهو مصنع جانا من المنصور. طازة طازه يا باشا. بص انا طالع الصبح واخد الاوردر امبارح، اتصلت حجزت الاوردر النهارده الصبح جبت. بص الكنافه ما شاء الله، ما شاء الله عليها، الله اكبر، ما شاء الله. شايف اهو طبعا بنشتغل بيها زي ما احنا عايزين يا شيف يا باشا، وفي منها مانجا وفي منها كاكاو وفي منها فراوله، الوان اللي انت هتعوزه كله، لون المانجا والبني والاحمر الفراوله، كل حاجه. أيوة. كل حاجه، وكل لون ليه ثمن عشان بتختلف في الالوان. وبرده الجلاش بتاعهم ده كده وسعاله اهو، دول 5 كيلو هم. 5 كيلو دول ما شاء الله يعني. ال 5 كيلو دول عاملين 100 جنيه. دول الكنافه ال 5 كيلو عاملين 110. حاجه ما شاء الله. بص طازه، بص ملبن اهي، اللهم صل على النبي اهي. بص كده وسع عليه اهو، نخش بقى اهو نقطع. طبعا انا مدي الصاج سمنه من تحت. تمام اهو. طبعا يا أستاذ علي الكنافه دي لها فورمه، لها فورمه سلستين بتلف عليها بتاعت المحلات والمصانع، بس بتبقى واسعه. واخد بالك؟ طب في ناس يا شيف هتقول لك ليه انت ما بتجيبهاش مثلا جاهزه وخلاص؟ طب وانا نجيبها جاهزه؟ امال انا اسمي صنايعي ليه؟ انا اسمي طباخ ليه؟ طباخ وحلواني كمان. في ناس بتجيب الحلو جاهز، امال انا صنايعي ليه؟ انت واخد بالك؟ ايوه. انت صنايعي ليه ورايح واخد حساب من الناس ليه؟ ما تشتغلش بايدك ليه وتعمل لهم شغلهم؟ وشغلك انت ده شغلك. تمام اهو. هي الفكره الشيف بتبقى اغلى طبعا. طبعا يا باشا اغلى. هي اغلى واوفر للصنايعي كمان. ايوه. بتوفر عليك تعب ووقفه وشغل وكل حاجه. بس ما هو احنا شغالين بيها زي الفل اهي. اللهم صل على النبي. شوف حاجه زي الفل. تحكم في لقمه الكنافه زي ما انت عاوز، بتيجي طرح زي ما انت شفت كده. ايوه. دي اسمها كنافه طرح، الكيس بتاعها محافظ عليها ومخليها زي الفل اهو. طبعا الكنافه يا شيف لو مش طازه ما تنفعش معانا في العيش. بص يا علي، في العيش وفي اي حاجه. لما بتبقى مفرزه، اوقات الاول كنا بنجيبها مفرزه، بس كانت لما بتفك كان بيتهدر ربعها، يروح حاجه ما تنفعش خالص، ما بتعرفش تشتغل بيه. لازم بصمه بقى، لانها بتروح زي البودره. بصمه بس. وبعدين في كنافه بتنعجن بميه وكنافه بتنعجن بلبن، دي حاجه نظيفه خالص، معجونه بلبن حاجه نظيفه. أيوة. انما اللي معجونه بميه ساعه ما بتشم الهواء تنشف في لحظه معاك. بص كده، اللهم صل على النبي اهو. هنحشيها حاجه يا شيف؟ بص يا باشا، انا عندي هنا سوداني على جوز هند على سكر على سمنه. في ناس بتضيف القرفه الناعمه، انا ما بنحطهاش الصراحه. في ناس بتحط زبيب، انا ما بنشتغلش بيه. واخد بال حضرتك؟ ده على روح موز على فانيليا بس. تمام. سكر على جوز هند اهو، على سوداني نعمه في الخلاط اهوت، على سمنه، على روح موز او روح برتقال، اي حاجه منهم، وممكن ميه ورد برضه. تمام. ايوه. على الفانيليا بس وخلاص على كده. تمام كده. الشيف احمد بدا يضيف الحشو اهو. بص كده يا استاذ علي، احنا قلنا الحشو يا شيف؟ قلنا جوز هند. تمام. وسوداني وسمنه وسكر وروح موز او روح برتقال وفانيليا. في ناس بتدي قرفه اللي هي الناعمه دي. انت مش راغبها طبعا؟ لا مش عمليه مش راغبها، انا ما اشتغلتش بيها، ما اتعودتش عليها، انا شغلي كده. مش مفضلها يعني؟ واخد بالك. وفي ناس بتحط زبيب بس ما ينفعش طبعا في الكنافه، وينفع في الجلاش. ايوه. وممكن ما ينفعش برضه، يعني انا بنشتغل بيه وفي ناس ما بتشتغلش بيه، انا ما بنشتغلش بيه الصراحه. ايوه. انت واخد بالك؟ اللهم صل على النبي. دي برضه ممكن بتنحشي بندق ولوز يا سعيد. طبعا يا جماعه لف ايدينا غير لف الفورمه. فورمه سلستيل. ليه بقى؟ الفورمه يا سعيد بتنها كده في الصاج زي ما هي وتبيت لتاني يوم. تاني يوم بتيجي ساحب الفورمه منها، تلاقي الكنافه اللفه زي ما هي اهو. اللهم صل على النبي، زي ما انت شايف يا سعيد اهو. اللهم صل على النبي. بص يا سعيد، الحشو ده اقتصادي. اقتصادي بمعنى ايه؟ معلش مش هنروح يعني مش هنروح نجيب كيلو لوز مثلا ب 400 جنيه ولا 350 ولا كيلو بندق. لا، هنجيب مثلا نص كيلو سوداني على نص كيلو جوز هند، واخد بالك، على
نص كوبايه سمنه ولا ربع كوبايه سمنه على اجهزه روح موز وزيت فانيليا ونعملها وخلاص ونشتغل. وده كده الحشو. ده كده الحشو. ماشي، ده حشو اقتصادي يعني عشان ما نكلفش الناس بس. تمام. وعشان مثلا لو ست بيت عايزه تعمل ولاتها في البيت ولا حاجه. احنا كده هنسمي ندوا السمنه بتاعتنا. طبعا اي سمنه شيف. ايه سمنه يا باشا، بس ده هتستوي وهتتصفى منها. اه. يعني بعد ده كله هتطلع تتصفى منها، وبعد كده تاخد الشربات بتاعها اهو. طبعا نديها زياده عشان برضو ايه تستوي كويس. عشان تستوي كويس، لان كله برضه هيتصفى زي ما قلنا اهو. بس طبعا ما ينفعش نكب كده، لو كبيت كده هيطلع الحشو ويفوره من حته الكنافه، لازم مقصوصه كده عشان نوزع السمنه كويس. اهو. تمام كده ندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي في الارضيه اهو. لما تبدا السمنه تفك وتسيح وتبدا تغلي معانا وتشتغل شويه، تحس ان اللقمه بدات تصغر معاك تكش وبدات تحمر، تيجي رافعها في الوش. في الوش بقى صعيلي مش هنحطها مباشر، هنحطها في الثاني ونحط فوقها صاج ايه؟ صاج فاضي، بحيث الصهد اللي يطلع ما يضربش في اللقمه نفسها، يشعوطها يضرب في الصاج والصهد بتاع النار ينزل على اللقمه يخليها لونها ذهبي كده حلو. يساوي، خلي السوا كله واحد يعني. ان شاء الله عشان تبقى كلها لون واحد. بس براحتها بقى لسه. بص كده يا صالح، بص كده هنصفى اهو. بص كل السمنه اهي. طبعا لازم تستوي بسمنه كتير يا شيف. طبعا عشان تنجز معاك بسرعه والسمنه توحد اللون كمان. توحد اللون، وبعدين تاخد اللقمه من فوق وتحت، ما تاخدهاش من جنب واحد. وبعدين ما بنصفي كده بندخلها تشمح كمان شويه اهو. تمام. خش هتشمع في القلبيه اهوت، ونطلع برضه عليها صاج فاضي اهو، عشان الصهد زي ما قلت لك اهو. الصهد ما ينزلش مباشر على اللقمه كده، يشعوطها لي بسرعه، تبقى لسه ما استوتش وخالت وش ولا خالت ارضيه ولا قلبيه استوت اهو. لازم صوت اهو. تمام. وشوف النار هاديه خالص ازاي، ما فيش النار ما تبقاش بس مباشره عليها. ما تبقاش مباشره وتشعوطها وتضحك عليا بمعنى صح. تمام. يبقى من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. صح. واخد بالك، تلاقيها من فوق كده ايه، مستويه وحمرا ولونها تمام، بس من الارضيه ومن القلبيه عجين لسه. يلا تمام. بص كده يا علي اهو. بص كده اهي، ادي اللمسه الاخيره اهي. بص كده بقى بنصفي السمنه خالص كده بعد ما اتشمعت. انا صفيت السمنه الاول ودخلتها اتشمعت تاني. بص كده هنصبر عليها اهو. بص اهو السمنه بدات اهي، عشان ما يبقاش فيها سمنه خالص. بص يا علي، دول خالات العروسه، خالات العروسه ووالده العروسه. تسلم يا شيف. الله يخليك. تسلم ايدك. فرح الحاجه مش على راسنا من فوق. تسلم يا شيف. مشاهد منور. الله يخليك يا ستي، الله يكرمك. عقبال ما تفرحوا بولادكم كده. بص كده يا علي، ادي الشربات. بص عندي الشربات اهو بارد اهو، شايف؟ وتقيل اهو. تقيل كده ليه بقى؟ عشان يعلم في اللقمه. بص اهو. ايوه شايف؟ تقيل اهو، وهي لسه طالعه من الفرن. تمام. يعني زي دي بس. بص كده، اللهم صل على محمد اهو. اهو كده الشربات تقيل، ما تخافش منه. عارف لو الشربات خفيف وهي ساخنه كده، وحتى لو الشربات بارد تعجن منك على طول. اهو لازم الشربات تقيل عشان يعلم فيه اهو. وبعد كده صفيه براحته خالص، كمان شويه كده تصفي الشربات كله اهو. اهو شايف؟ اللهم صل على النبي. شبعها يا باشا اهو. هي هتاخد تشرب اللي تشربه، والباقي هيبقى بزياده هتسيبه مش هتشربه تاني. تاخد كفايتها وخلاص. تاخد كفايتها وخلاص. هتاخد اكتر من كفايتها ليه؟ اهو. انت وشك حلو علينا يا علي وراجل محترم، وبعدين انت عشره عمر يعني. الله يخليك. ان سنتين كده نعرفوا بعض ان شاء الله. بني ادم المعروف يا شيخ. اللهم امين يا رب. اللهم امين. والله ما دايما اللي هو علي. طبعا. شايف يا باشا اهو. تشرب براحتها كده، ما تخافش بقى منها خالص. طالما الشربات تقيل بيعضم في اللقمه وهي ساخنه. تمام. شايف اهو. 3 دقايق كده شوفها هتصفي. عارف بقى علي، لو الشربات خفيف كنت تتك على اللقمه تلاقيها ايه، عجنت منك. بص اللقمه لسه ناشفه اهي. بص كده اهي، مسكت ناشفه زي ما هي اهي، وبالرغم ان الشربات بارد وهي ساخنه اهي. بص كده، اللهم صل على النبي. شايف الارضيه اهي كهرمان. بص والقلبيه كلها لون واحد اهو، كله لون واحد اهو، اسطمبه. لما تتصفى اكتر هتبص تلاقي اللقمه شدت معاك كمان. كل ما تبرد كل ما تشد معاك. بص وهي ايه، حته واحده، مفيش اهو، مفيش لا تهدير ولا اي حاجه اهو.
اهو شايف تمام يا ما شيخ. شاء الله اهو، ومن غير فورمه ومن غير حاجه، شغل ايدينا اهو. تمام. بألف هنا وشفا لاصحابها.